آه، عمرك صحيت من النوم، بصيت في المراية وقلت لنفسك أنا ما بقتش بحب الشخص اللي أنا شايفه قدامي في المراية؟ أنا مش بتكلم عن التغيير الطبيعي اللي بيحصل مع مرور الزمن، أنا بتكلم عن التغيرات اللي بتخليك تحس إنك غريب، بعيد، ويمكن مكسور. أنا حاتم راضي، وهنا بنتكلم عن نفسنا وعن اللي ممكن يمر بينا ويعدي علينا في حياتنا. في لحظة وأنت قاعد لوحدك بتحس إنك متعرفش نفسك، تصرفاتك، ردود أفعالك، اختياراتك، كلها ما بقتش شبهك. ممكن تكون اتخليت عن حاجات كنت بتحبها زمان، أو بقيت بتسكت في مواقف كنت بتدافع فيها عن نفسك قبل كده، أو بقيت بتتقبل حاجات كنت بتقول مستحيل أقبلها. ساعتها بتبدأ تفتكر نسخة منك كانت أصدق، أنقى، أهدى. بس الزمن وضغط الحياة والناس غيروا فيك، والمشكلة هنا إنك فضلت ساكت لحد ما التغيير ده بقى مؤلم. أنا شخصيا مريت بالحالة دي، كنت دايما بسعى أرضي الكل وأحمل نفسي أكتر من طاقتها، لحد ما في يوم صحيت وقلت هو أنا فين من نفسي؟ ساعتها بدأت رحلة الرجوع للنفس. في حد تاني كمان كنت أعرفه، شخص دايما بيضحك، بيحب الناس، عنده شغف، لكن بعد سنين من ضغط الشغل والمقارنات وتوقعات الأهل لقيته بيقول حاجة صعبة قوي: أنا بقيت بكره اليوم اللي بصحى فيه. وده مش لأنه ضعيف على فكرة، بالعكس، لأنه تعب من إنه يكون شخص مش هو. وهنا في سؤال مهم جدا: هل التغيير ده نهائي؟ الإجابة لأ. دايما في لحظة تقدر ترجع فيها تكتشف نفسك، أو على الأقل تقول أنا مش هكمل كده. والسؤال التاني: طيب أعمل إيه عشان أرجع لنفسي؟ من وجهة نظري، أول حاجة لازم نعملها إن إحنا نعترف بالمشكلة، وقول لنفسك بصراحة أنا محتاج أرجع أشوف أنا مين. تاني حاجة، راجع اختياراتك، هل أنت بتعيش للناس ولا بتعيش لنفسك؟ تالت حاجة، حاول تبعد شوية عن الدوشة والضوضاء والسوشيال ميديا وضغط الناس والمقارنات، حاول تبعد بقدر ما تقدر عن المقارنات. رابع حاجة، افتكر ايه اللي كان بيخليك تبتسم زمان، وارجع اعمله حتى لو 10 دقايق بس في اليوم. مش محتاج ان انت تعمل حاجة كبيرة يعني. كلم حد بترتاح معاه، بس كمان اسمع لنفسك، لان اوقات كتير الحل بيبدأ من لحظة صدق مع النفس. وهنا انا حابب اقول حاجة انا كتبتها زمان وعلى طول بقولها: الحقيقة إن في الكثير من الأشياء لا تقاس بواقعها أو بحجمها، ولكن بالدروس المستفادة منها. علشان كده لازم أوقات كتير نتقبل الحقيقة ونواجه نفسنا، ونبطل نضيع وقتنا مع الناس الغلط. في ناس مش هتعرف قيمتك غير لما تتوقف عن التضحيات وتبعد. محدش هينقذك غير نفسك، وهي دي الرسالة. انت مسؤول عن نفسك، عن روحك، عن سلامك الداخلي. لو حاسس انك بعيد ارجع، ولو مش عارف تبدأ منين، خليك فاكر ان اول خطوة انك تعترف. اتمنى لكم حياة سعيدة، واشوفكم على خير. باي باي.